شكلهم كده عايزين يبيعوا البلد. طيب هو ايه حوار الوثيقه اللي هم مطلعينها دي؟ انا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. في البدايه خليني اقول ان الموضوع ده مهم جدا واحنا محتاجين نركز فيه كويس علشان نعرف الدنيا رايحه على فين، وعلشان كده انا هحاول ابعد عن الارقام شويه ونعرض مع بعض الموضوع واحده واحده. خلونا نمسك الموضوع من الاول ونسال هي ايه وثيقه سياسه ملكيه الدوله. في 13 يونيو 2022 رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اطلق ما يعرف بوثيقه سياسه ملكيه الدوله. طب الوثيقه دي فيها ايه؟ دي فيها الصناعات والقطاعات اللي الدوله ناويه انها تخرج منها او تزود حصتها فيها. الوثيقه دي مهمه لانها بتعتبر الخطوه الاولى لان القطاع الخاص ياخد فرصه اكبر للمشاركه في المشروعات، ودي رساله مهمه وبتطمن المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي كمان، وكمان بتزود ثقه المؤسسات الدوليه في البلد، وهي بتاكد ان الدوله بتعمل اصلاحات حكوميه واقتصاديه قويه. رئيس مجلس الوزراال وقت اطلاق الوثيقه دي قال معلومه مهمه جدا، قالوا ان عايز ان نسبه مشاركه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري توصل لحوالي 65% في الثلاث سنين الجايين. حد هنا يجي يسالني السؤال اللي انا عارفه، وهي ليه حلو الدوله دخلت من الاول في مشروعات اقتصاديه وجايه دلوقتي تخرج منها؟ بسبب الظروف الصعبه اللي الدوله مرت بيها خلال السنين اللي فاتت دي، والاضرابات والازمات، كل ده خلى استثمارات كتيره تخرج من البلد، وطبعا عجله الصناعه والانتاج تراجعت. علشان كده كان ضروري وحتمي ان الدوله تتدخل عشان تسد العجز والفجوه اللي حصلت عشان الدوله ما تقعش. صحيح انا قلت لك اني مش هقول لك ارقام في الحلقه دي، بس انا مضطر اقول لك شويه ارقام. الاضطرابات السياسيه اللي حصلت في الفتره من 2011 ل 2013 تسببت في خسائر ضخمه للاقتصاد المصري بشكل ملوش مثيل. يمكن كان من ابرزها ان اجمالي الناتج المحلي خسر حوالي 477 مليار دولار، واحتياطي النقد الاجنبي خسر اكتر من 20 مليار دولار، ده بجانب ان معدل البطاله ارتفع بحوالي 13%. وطبعا اكيد كلنا فاكرين الفتره دي، انا مش محتاج افكركم بيها. عايز اقول لك ان احتياطي النقد الاجنبي في 2010 كان حوالي 33 مليار دولار، وفي 2013 بقى 17. وطبعا الخواجه في كل الظروف دي راح لامم فلوسه وقفل مصنعه وخد ديله في اسنانه وطار. وبدل ما كان عندنا استثمار اجنبي بحوالي 6 مليار دولار في 2010 بقوا 3 مليار دولار بس في 2012. سيبك من انه كان المفروض يوصل ل 9 مليار، مش انه يقل ويوصل ل3. بجانب بقى اضرابات العمال وغياب الامن وخروج المستثمرين من البلد، كنا وصلنا لمرحله تقريبا ما كانش فيه دوله. كل المعطيات دي كانت بتشير وبتؤكد ان الدنيا هتبوظ والبلد هتقع. ومن 2014 كان من الضروري ان الدوله تتدخل علشان تحل الازمه، وكانت كلمه السر وقتها المشروعات القوميه وبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي كان في 2016. ومفيش داعي اتكلم عن المشروعات دي دلوقتي لانه مش موضوع الحلقه، واظن ان كلنا شفنا حوالينا اللي الدوله عملته من بعد 2014 لحد النهارده. والمهم بقى ان الحكومه لما خلاص شافت ان الدنيا استقرت راحت اطلقت موضوع الوثيقه ده علشان تفسح المجال للقطاع الخاص والمستثمرين لانهم يقوموا بدورهم الطبيعي. يعني تدخل الدوله كان لمنع حدوث ازمه اقتصاديه كانت حتميه في الوقت ده. طب هي ايه وثيقه سياسه ملكيه الدوله دي وايه هي اهدافها؟ ركز معايا كويس وانا هقول لك كل اللي انت عايزه. الهدف الاول هو رفع معدلات النمو الاقتصادي، وده هيتحقق عن طريق رفع معدل الاستثمار من حوالي 25 ل 30%. فالنمو الاقتصادي هيزيد من 7% ل 9% تقريبا، وده اكيد هيوفر فرص عمل كتيره وهيقلل من نسبه البطاله. الهدف الثاني بقى هو تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص كتيره لوجوده وتدخله في كل الانشطه الاقتصاديه، وده هيتحقق لما الدوله تبدا تتخارج من عدد من الانشطه الاقتصاديه وتفسح له مجال للمشاركه بشكل اكبر. وده هيوصلنا للهدف الثالث، ان الدوله هتركز في عدد من المشروعات اللي بيعزف عنها القطاع الخاص، وهي غالبا مشروعات البنيه التحتيه والحمايه الاجتماعيه كمان. يعني ببساطه كده وباختصار، بدل ما الدوله كانت بتبقى داخله في كل حاجه هتخش في حاجات معينه بس. الهدف الرابع بقى هو حوكمه وجود الدوله في الانشطه الاقتصاديه، بمعنى ضبط وتحديد وتنظيم دور ومشاركه الدوله في النشاط الاقتصادي القائم. الهدف الخامس بقى هو اعاده الانضباط لميزانيه الدوله وتوفير فلوس لضخها في الموازنه وتعزيز قدره الدوله على دعم شبكات الامان الاجتماعي. شفت بقى؟ ادي كل موضوع وثيقه سياسه ملكيه الدوله باختصار شديد. وبعد اللي قلته ده، لو حابب ان انا اعمل فيديو عن اهم القطاعات اللي الدوله هتستمر فيها او القطاعات اللي الدوله هتتخرج منها، اكتب لي في التعليقات. سلام.